السلام عليكم، ازي حالكم؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. ده فيديو جديد وشرح جديد طبعا. وشرح النهارده شرح مش هتلاقيه في اي مكان، لان هو شرح جديد، شرح محدش يقولك عليه. الشرح ده لان ازاي تقدر تعمل رهان مجاني او تاخد مثلا دور في لعبة ببلاش. انت متخيل؟ يعني أنا دلوقتي هتقول لك طريقة اللي انت تقدر تعمل بقى رهان مجاني في وقتها، يعني مش هتستنى بقى ولا مش عارف ايه، لا في وقتها. او تاخد رهان بقيمة 1 يورو. تمام، شوف بقى اليورو بكام. 1 يورو. على طول، يعني وقتها على طول. يا دوبك هتعمل كده وتخش على طول، هيديك على طول رهان. ورهان ب1 يورو، يعني شوف اليورو عامل كام دلوقتي. طبعا في لعبة لو انت كسبت، فطبعا بنشوف لعبة ونمشي عليها استراتيجية من الاستراتيجيات بتاعتي. طيب، ده الرابط، والرابط ده هسيبه لك اكيد تحت عشان خاطر تدخل عليه على طول، او ممكن تلاقيه في قناة التليجرام بتاعتنا. لو لقيت الرابط التليجرام في البايو، خش عليه هتلاقي الكود ده، او هتلاقي الموقع ده الرابط بتاعه موجود. اول ما هتدخل عليه، شوف كده هيحمل معاك اهوت. تمام. ده طبعا يعني موقع محدش يعرفه اصلا قد كده، هو الموقع اصلا تبع وان اكسبت. وزي ما انت شايف كده، هو هنا اسمه متجر البرومو كود. طيب، المفروض ان انت بتسجل، وبعد ما بتسجل كل 50 نقطة تقدر تاخد بيهم لفة في لاكي ويل، أو تقدر تاخد فيهم زي ما انت شايف كده لفة في أي لعبة انت تتخيلها. ابل اوف 14 مثلا، ايه اللي هي لعبة التفاحة. بص، دايس، كل حاجة، كل حاجة هنا اهو. بص، حتى متراكم، برومو كود لرهان تراكمي مجاني يتكون من 6 أحداث أو أكثر. مفيش مشكلة. طيب بص كده بقى، اي حاجه انت عايزها. بص في الفورمولا اهو، العاب الكترونيه للفيفا، متراكم كره قدم اهو. ممكن تعمل برومو كود، تاخد برومو كود من هنا تقدر انت تعمل بيه رهان مجاني. طيب، كره قدم فرديه اللي هو رهان فردي، اه تنس فردي، كره سله مفرده، يلا يا عم، كره طائره واحده، هوكي جليد، رهان توت. بص، اي حاجه انت ممكن تتخيلها موجوده هنا. اي حاجه ممكن تتخيل. طب هعمل ايه؟ بعمل تسجيل دخول، وخليني اسجل دخول وهرد لك تاني على طول. طيب زي ما انت شايف كده، انا رحت سجلت، وبعد ما سجلت لقيت ان انا المتاح عندي. طبعا انا كنت خدت النهارده طلب النقاط. بص كده، لو ضغطت عليه هيقول لك لا يمكن حساب نقاط المكافأة بعد. انت بتاخدها مرة واحدة بس في اليوم، يعني كل يوم تقدر تاخد نقاط مكافأة. خلي بالك اللي انت بتاخدها مرة واحدة بس في اليوم، يعني كل 24 ساعة تاخد نقاط مكافأة مرة واحدة. طيب، بروح بضغط على ديت أول ما أسجل على طول. أنا خلاص سجلت أهوت. أول ما أسجل على طول وأضغط على طلب نقاط مكافأة، بيديك 150، 183، زي ما بيديك. يعني مثلا كان مديني أنا 183، أنا استخدمت منهم 100. تمام. أنا دلوقتي معايا 83 نقطة، أقدر أعمل بيهم أي رهان أنا عايزه. يعني مثلا أخش أختار أي حاجة. مثلا تعالى مثلا نروح على كرة القدم، رهان مثلا الأحادي، واختار رهان انا اقدر اللي انا اتعامل معاه. طبعا انت عندك اي لعبة هنا انت ممكن تختارها. اللعبة اهو مثلا رهان احادي على اي حدث ذا احتمال 1.8 او اعلى اهو. بس ده 50 لكل كود اهو. رهان احادي، ماشي، احصل على الكود. بس الكود بتاعه، الكود اللي انا خدته ده، اقدر اعمل بيه رهان. ركز معايا، اقدر اعمل بيه رهان احادي على اي حاجة انا عاوز. فليكن مثلا تعال نروح في ونكس بيت اهو، خش معاك في مكان تاني. طيب انا دلوقتي دخلت على وان اكس بت. شرط الرهان الاساسي ان الحاجة اللي انا اختارها ان هي تكسب لازم تكون اعلى من 1.8. يعني اي رهان احطه لازم يكون اعلى من 1.8. فتعال نشوف اي رهان احنا نقدر نراهن عليه ويكون اعلى من 1.8. لازم نشوف رهان من دول، لازم. فليكن مثلا انا هراهن مثلا على فوز كرة القدم جيم. تمام، بعمل ايه؟ بخش هنا. تمام. وبدل ما انا مكتب، بخش على البرومو كود واكتب ادخل البرومو كود. طبعا البرومو كود اللي عملته هنا، واضغط على كلمة رهان. لو ضغطت على الرهان هنا كده كده خلاص الرهان بتاعي اتفعل. طيب خليني اوريهولك كده. خلينا انا على حساب تاني احط فيه رهان وهرد لك تاني على طول. طبعا انا بصيت هنا على الرهان، لقيت ان انا عندي مجموع اكتر من نص اهوت ب1.8. فانا ممكن اخش واحط البرومو كود بتاعي، ادخل برومو كود اهوت، احط البرومو كود بتاعي اللي هو ده، وبعد كده اقول له رهان. مش عارف هيقبل ولا لا، عشان هو قال لك اكتر من 1.8.
تمام، تمت معالجة الرهان بنجاح، التاريخ اهو. لو دخلت على التاريخ هلاقي ان الرهان عندي اهوت بالنسبة لي مجموع اكتر من نص. مفروض اللي انا مديني انا 1 يورو اللي هو ب28 جنيه، ومفروض الارباح المحتملة 51 جنيه. تمام، ده عادي بالنسبة لي. طيب اقدر ارجع تاني لنفس نفس المكان اللي انا فيه، اللي انا كنت فيه هنا كده، اللي هو تم شراء البرومو كود. لو دخلت تاني هيطلب مني تسجيل دخول ونفس القصة، هعمل تسجيل دخول تاني واسجل بنفس القصة اهوت، واشوف النقاط بتاعتي. كل 24 ساعة تقدر تاخد حساب جديد، او تقدر تاخد نقاط جديدة للترويج، والنقاط ديت تستبدلها بأي رهان انت عايزه في أي لعبة انت عايزها أو أي مكان انت عايزه. ده كان شرح جديد، أشوفكم في فيديو جديد إن شاء الله.